النهاردة هنتكلم عن أبونا استفانوس عطلة القديس المعاصر وعن معجزات جسده اللي ما تحللش من أكتر من 66 سنة. في قرية صغيرة بمحافظة قنا اتولد واحد من القديسين المعاصرين اللي تركوا أثر كبير جدا ما بيتمحيش من قلوب الناس ومن كنايس مصر كلها. هو أبونا استفانوس عطلة، التاجر المتواضع اللي بقى كاهن ملهم، بنى 3 كنايس وأعاد فتح كنيسة تانية، وتعرف بتواضعه وقدرته على التنبؤ وصنع المعجزات. وبعد نياحته بأكتر من نص قرن اكتشف الناس جسده في حالة تكاد تكون سليمة، مما أثار ضجة في الصحف المصرية وجذب أنظار الجميع. في الفيديو ده هنستعرض مع بعض حياة وخدمات ومعجزات أبونا استفانوس عطلة، وهنشوف الرحلة الروحية اللي عاشها القديس المعاصر ده. اتولد قديسنا في قرية النقير الخطارة مركز نقادة في محافظة قنا سنة 1884، وكان اسمه قبل الرسامة طنس عطلة أيوب المرشد، وكان بيشتغل تاجر غزل ونسيج في السودان. اتعلم القراية والكتابة بالعربي والقبطي من معلمي الكنائس في السودان، واترسم شماس، وبسبب تقواه اترسم كاهن في واد مدني سنة 1919، وخدم هناك 6 سنين وبنى كنيسة. وجي مصر سنة 1924 وخدم في كومومبو وبنى كنيسة أمير الشهداء ماري جرجس اللي هي المحطة الحالية، وافتتح كنيسة الفابريكا بعد ما كانت مقفولة. بعدها راح دراو واهتم بيها جدا جدا، واتسعت خدمته لكل القرى المحيطة حواليه، وركز خدمته أكتر في قرية بنبان لحد ما أسس كنيسة رئيس الملايكة ميخائيل اللي هي موجودة دلوقتي. وكده قديسنا يكون بنى 3 كنايس غير اللي افتتحها، زي كنيسة الفابريكا في كومومبو وكنيسة رئيس الملايكة ميخائيل في دراو. قديسنا كان مشهور جدا بتواضعه واحتماله للمشقات وحياته البسيطة وحبه لله بقوة التنبؤ وعمل المعجزات. وتنيح بعد خدمة مضيئة وجليلة جدا يوم 22/8 سنة 1955 الموافق عيد الست العذراء مريم، وبإرشاد من الروح القدس وعلى ايد الأب القمص بنيامين فخوري تم رفع الجسد من القبر لسطح الأرض يوم الأربع 18 أمشير سنة 1717، يعني يوم 25 فبراير سنة 1998. نقلوا الجسد للكنيسة يوم الحد بالليل، وتم تكريم الجسد ووضع الحنوط يوم السبت 28 أمشير اللي هو 7 مارس، وراحوا حطوه في مزاره المخصص ليه بكنيسة رئيس الملايكة ميخائيل بحضور الأنبا هدرا أسقف أسوان والآباء الكهنة وجمهور الشعب المحب ليه. أما بقى عن حالة الجسد، طلعوا الجسد من بطن الأرض يوم 25 فبراير سنة 1998 حوالي الساعة 9 الصبح بحضور عدد من الآباء الكهنة وبعض عمال الحفر عشان ينقلوا الجثمان لمكان خاص بالجهة البحرية للكنيسة اللي خدم فيها. وفي قداس يوم 1 مارس 98 حطوا الجسد قدام الهيكل لحد ما وصل الأنبا هدرا أسقف أسوان وآباء الإبراشية لتكريم الجسد. ولما فتحوا الصندوق كانت المفاجأة، الجسد كان كامل بنسبة 95%، والكفن كان محكم جدا، والملابس كاملة وقوية رغم ان الصندوق الخشبي كان متآكل، وحتى الشنابر الحديدية، ورغم وجود رطوبة جنب القبر بسبب الزراعة القريبة منها. والإنجيل بتاعه كان موجود بالكامل، وصليبه اللي كان بيستخدمه طول حياته. الجسد فضل بحالته دي لمدة 57 سنة بالظبط، وحتى الصحف المصرية كتبت عن الموضوع ده زي جريدة السياسي المصري وجريدة أنباء أسوان. بركة شفاعة وصلوات أبونا استفانوس عطلة تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم ده ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع حكاية قديس جديد.